جمالها مش طبيعي. شايفين شكلها؟ فطيرة السجق حاجة كده خطيرة يا جماعة. في حاجة مناسبة حطيت معلقتين من الزيت ونزلت بنص كيلو من السجق، كنت مقطعاه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هسيبه ياخد صدمة على نار عالية ويتشوح كويس. بعد كده هنزل ببصلتين مفرومين، هغطي عليهم لحد ما يدبلوا، وبعدين هعلي النار علشان خاطر البصل ياخد تشويحة كويسة، وهنزل بحوالي 4 فصوص من الثوم المفروم. هقلبهم مع بعض تقليبة، وهتبل بفلفل اسود وكمان بابريكا مدخنة وكاري وشوية من الكزبرة. هنزل دلوقتي بفلفل الوان، اي فلفل عندكم اختياري يعني، مش شرط حاجة معينة. هسيب الحشوة تبرد، وهنا هجهز بيضة عليها كوباية الا ربع من اللبن، رشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح، وكمان رشة من اللي هي نص معلقة من البيكنج صودا او ممكن بيكنج باودر. هقلبهم كويس مع بعض، ودهنت الصينية عندي، الصينية دي مقاس 30، دهنتها كويس جدا بالسمنة. وهبدأ ان انا افرد ورق الجلاش بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، ولازم اشرب الجلاش بالتشريبة دي كل ورقتين. انا هنا ما بعملش كل ورقة، انا بعمل كل ورقتين وبوزع عليهم التشريبة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. بعمل الجلاش بسيب جزء لبره وبفرد الورقة. وطبعا ما نحطش الورق كله في اتجاه واحد، لا احنا بنلف الصينية ونفرد الورقة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. خلصت نص كمية الجلاش. دلوقتي هنزل بالحشوة، بصفيها بس كده من الدهون الزيادة دي. وممكن على فكرة الحشوة دي تعمل فطيرتين مش فطيرة واحدة، بس انا بحبها تكون مليانة كده، مش بحب الحاجة تكون فاضية. هوزع الخلطة او الحشوة اسفة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. وبعد كده هبدأ ان انا اطبق ورق الجلاش اللي كان بره الصينية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، وهدهنه. خلاص هستغنى بقى عن الفرشة لان خلاص السمنة بدأت تمسك كده، وهوزع بالمعلقة بالشكل ده. هطبق كل الورق كده، ما حبيتش اتخطى اي حاجة يا جماعة علشان كل حاجة تكون واضحة. هبدأ بقى اجيب ورق الجلاش وافرده بالشكل ده كده، واطرافه هتنيها تحت الفطيرة بالشكل ده. يا رب اكون قادرة اوصل لكم المعلومة. وطبعا نوزع التشريبة، هنخلص باقي الكمية كلها بنفس الطريقة. ودلوقتي اخر ورقة هتنيها كده، ويفضل طبعا ان اخر ورقة تكون مش مقطوعة ولا اي حاجة عشان تطلع شكلها مظبوط. ودي اخر كمية من التشريبة هوزعها. وهبدأ دلوقتي احط جبنة موتزاريلا وفلفل الوان وكمان زيتون. هتدخل الفرن على رف اوسط على درجة حرارة 200. وبعد كده ههدي النار شوية 180. هي بتاخد وقتها، ما تستعجلوش عليها ابدا ابدا، هتاخد وقتها وهتلاقوها احمرت من الجوانب. هعرف كده ان هي استوت كويس. هبدأ ان انا اشغل لها الشواية على الهادي عشان تاخد الوش اللي حضراتكم شايفين، مقرمشة ومورقة بجد تحفة. وبكده بقى عندنا احلى فطيرة جلاش. وكالعادة لو وصلتوا معايا لحد هنا بشكركم جدا، وبفكركم لو بتشوفوني لاول مرة ما تنسوش تعملوا متابعة ولايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد، وما تنسوش تسيبوا كومنت تقولوا لي رايكم في فيديو النهارده. اشوفكم الفيديو الجاي على خير.